شكون فينا اللي ما سمعش القصه ديال المراه اللي دخلت لدارها ولقات المونيكا كتقلي في البطاطا؟ كلنا في صغرنا سمعنا هاد القصه، ولكن فاش كبرنا قلنا بانها قصه كانوا كيخلعوا بها الدراري الصغار. ولكن الا قلت لكم بان هاد القصه حقيقيه وواقعيه بالدليل القاطع مع الاسم الكامل ديال هاد السيده اللي وقع لها هاد الشيء، وبالمكان اللي هي كانت خدامه فيه، وحتى البلاصه اللي كانت ساكنه فيها. قبل ما نبدا لكم هاد القصه، شكرا على التعليقات الزوينه ديالكم، وبغيت نشكر واحد البنيته بنت واحد المتابعه اللي صيفطت لي واحد التصويره. شكرا حبيبه، الله يحفظك، الله ينجحك، والله ينجح وليداتكم. الاسم ديالها ميسم. شكرا لك حبيبه بزاف بزاف بزاف، وشكرا لكم كاملين على الدعم ديالكم. مهم ما نطولش عليكم، واحد اللايك ويلا نبداو القصه ديالتنا على بركه الله. انا سميتي ياسمين، كنعيش مع امي وبا اللي كانوا موظفين والخوت ديالي. كنا كنعيش واحد الحياه اللي هي عاديه وعاديه بزاف، على قد حالنا، ماشي فقراء وماشي لاباس علينا. كنا غاديين مع الزمان ومع الوقت. خوتي كلهم كيقراو، ولكن انا كنت كنقرا احسن منهم، وضروري خصني نجي انا الاولى في القسم. خوتي والدراري والبنات اللي كانوا ساكنين معنا في العماره كلهم كينزلوا يلعبوا في الشارع او قدام الباب، الا انا جالسه مقابله قرايتي وباغا نكون احسن وحده كتقرا. قريت مزيان، وكل عام ضروري ما نجي انا الاولى في القسم. وبا وامي كانوا مفتخرين بيا بزاف، ودائما كيعطوا مقارنات بيني وبين خوتي. شوفوا اختكم، شوفوا شحال كتجيب، نتوما لا. المهم خديت الباك ديالي، وانا جيت عاوتاني اول وحده في القسم. المهم كملت القرايه ديالتي وخديت الدكتوره. فاش خديت الدكتوره جا واحد السيد اللي كان ولد الصديق ديال الاب ديالي، شخص اللي لاباس عليه، المهنه ديالته مهندس، حتى هو كان يلا توظف ويلا بدا خدام، ولكن الخدمه ما خدامش عند شي حد، ولكن خدام عند الاب ديالو. وباه كانت عنده واحد العماره فيها بزاف ديال الشقق اللي هو كاريهم، ولكن ولادو كل واحد مخلي ليه برطمه ديالته فاش يتزوج يسكن فيها. جا خطبني، تفاهمنا على كل شيء، درنا الخطبه ودرنا العرس. هذيك الساعه انا كنت بديت الخدمه ديالتي في واحد السبيطار. سال العرس ومشيت لدار راجلي، اللي كان الدار اللي عطيه لي باه كان صلحها كامله، دار اي حاجه جديده او اي حاجه خارجه لامود في الفراش. وحتى دارنا تقريبا نص الفراش ديال الدار هما اللي فرشوه ليا، ما خلاوش شي حاجه وما داروهاش على قبلي. حتى العائله ديال راجلي كانوا الله يعمرها دار، اي حاجه شافوها خاصه كيمشيو يجيبوها. بديت الحياه الزوجيه، راجلي كان واخد كونجي، وحتى انا وخي الله بديت خديت واحد 15 يوم على قبل العرس. سالت العطله، وكل واحد مشى للخدمه ديالته. ومن هنا بداو المشاكل بيني وبين راجلي. المشاكل ماشي على شي حاجه، ولكن المشاكل ديالتنا انني واحد الانسانه اللي ما كنعرفش نطيب نهائيا. حياتي كامله دوزتها ساده عليا البيت كنقرا، حياتي كامله كنت مدوزاها بين الكتوبه، نقرا هاد الكتاب ونقرا الكتاب الاخر، ما كنعرف حتى شي حاجه، لدرجه ان البيض ما كنعرفش كيفاش كيتقلى. كنت كنهرس البيض في المقله وندير شويه الملحه وشويه البزار، ما كندير شويه الزيت هو الاول، وداكشي كيلصق ليا في المقله. بداو المشاكل وبدا الصداع. في الاول كنا كنمشيو نتغداو على برا، دارنا كيعرضوا علينا، امو كتعرض علينا، خوتو كيعرضوا علينا، زائد حتى الشقه ديال الدار او النظافه ديال الدار كانت كتغلبني. كنت كنفيق انا الاولى، كنفطر، كنلبس حويجاتي وكنمشي للخدمه. راجلي حتى كدوز ساعتين عاد كينزل للخدمه، ولكن انا كنجي قبل منه، عاد كندير قاد هادي من هنا هادي من هنا، كانت تغلب. اش ندير الغدا؟ ديما الغدا خارجه عليه، ديما حتى شي حاجه ماشي هي هاديك. كيذوق الماكله من هنا كيحط داكشي اللي في يدو، يا كينزل عند امو يا كيبدا ينقر، وشويه كنقلبوها صداع. كل مره وشنا، حتى نوضناها ديال بصح انا وياه.
جمعت حويجاتي ومشيت لدارنا. دازت ليام وجا داني من دارنا، جاب والديه الله يسامح، راه غتبدا تتعلم بشويه بشويه. المهم العائله ديالنا صلحوا الامور بيناتنا ورجعني للدار. ما دازت واحد 15 يوم تعاوتاني ناض نفس الصداع ونفس المشاكل. كنحاول ندير اكثر من بجهدي، ولكن هادشي اللي عطا الله فيا. واحد الليله قربلتها انا وياه ومشيت لواحد البيت وسديت على راسي. بت هاديك الليله كامله تما وكامله دوزتها بكا. جا الصباح ونط انا مشيت للخدمه وراجلي بقى في الدار. من وراها بساعتين حتى هو نزل. جينا على وقت ديال الغدا او جيت انا قبل منه وقلت غادي نبدا نطيب شي حاجه ندير هادي نقدم هنا، ولكن نفس الحال وعاود تاني قربلناها انا وياه. ناض سبني وما خلا ما قال فيا. صبرت وقلت غنبقى نتعلم بشويه بشويه. ناض هو نزل عند مو لان مو ساكنه معنا في نفس العماره. تغدى عندها وضل العشيه كامله تما. كيطلع كيلقى عينيا كلهم منفوخين، ما واكله ما شاربه ما والو. نزل ما دازت واحد 3 سوايع تتم جايب ليا شويه ديال الورد وواحد نونوس اللي كان الحجم ديالو كبير بزاف. قال لي سمحي ليا وراه صافي بديت تعلمي بشويه بشويه، وهانتي شوفي شي وحده تجي تبقى تعاونك في الدار. قلت ليه لا، انا غادي نبدا بشويه بشويه، غادي ننزل نشري كتوبه ديال الطياب وغادي نبدا نتعلم بشويه بشويه. تصالحنا في الصباح، فقت ومشيت للخدمه ديالتي وراجلي حتى هو من وراها بساعتين نزل الخدمه ديالته. كي جيت انا من الخدمه يلا حليت الباب كنلقى الدار مجموعه ونقيه. قلت مع راسي راجلي قبل ما ينزل الخدمه جمع الدار، انا بقى لي غير الطياب غادي نطيب شي حاجه خفيفه باش ما تترونش معايا الدنيا ونصدق دايره شي مصيبه كحل عاوتاني. داكشي اللي درت، حيدت حويجاتي ودخلت الكوزينه وجدت شي حاجه خفيفه حتى جا راجلي. تغدينا وبقات الايام غادا بحال هكاك. ولكن ما دازتش 15 يوم واحد النهار وانا داخله كيف العاده للدار، ساليت الخدمه ديالتي ورجعت. كي كنحل الباب ديال الدار كنشم ريحه الطياب وريحه الماكله. قلت راجلي جا قبل مني وطيب، ولكن راجلي ما كيجيش في هاد الوقيته. واقيلا طيب عاد نزل. دخلت لقيت الماكله طيبه. قلت صافي هو راه قبل ما يخرج راه طيب والريحه مع حلين الشراجم بقات في الدار. حليت الشراجم وبدلت حويجاتي وجلست كنتسناه. كي جا حطينا هذاك الماكله تغدينا كلشي بخير وعلى خير، ناشطين ضاحكين. شويه وانا جبد معاه الهضره. قلت ليه شوف بلا ما تبقى تعذب راسك، راه شريت شي كتوبه غادي نبدا غدا ندير هادي وبعد غدا ندير هادي، راه كيكتبوا كاع التفاصيل اللي كاينين. قال لي من غدا درت؟ قلت ليه الغدا اللي طيبتي اليوم. قال لي لا انا ما طيب حتى شي غدا. بقيت كنشوف فيه وكيشوف فيا وكيقول لي علاش هادشي ماشي انت اللي طيبتيه. قلت ليه لا. قال لي كيفاش؟ شويه وحنا نقولوا راه واقيلا امو لحقاش عندها الدوبل ديال السوارت مخلينو عندها احتياط. مشيت لفلنا السارو توقع اي حاجه لا قدر الله، ولكن هي عمرها ما طلعت عندنا للدار. قلنا لان دائما عندنا نفس المشكل ديال الطياب، راه واقيلا هي اللي طلعت طيبات. وانا نقول ليه واش قبل ما تخرج انت من الخدمه، قبل ما تخرج من الدار تمشي للخدمه، واش انت اللي كتجمع الدار؟ قال لي اش كتقول؟ قال لي لا. قلت ليه انا راه فاش كنجي من الخدمه كنلقى دائما الدار مجموعه، كندخل غير كنطيب وصافي. قال لي لا، انا كيف ما ديما كنفيق كنوجد كاس ديال القهوه كنشربو وكننزل بحالاتي ما كنمس حتى شي حاجه، واصلا ما كنعرفش كيفاش ندير تنجمع الدار. قلت ليه راه الدار كتكون مجفه، الحماحم نقيين، كل شيء في بلاصتو، حتى من الحوايج اللي كنخليهم انا مليوحين فوق الناموسيه او فاش كنبدل حوايجي او الفوطه ديال الحمام كنلقى داكشي كله في بلاصتو. قال لي راه واقيلا امي فاش كنخرجوا حنا نمشيو للخدمه كتجي كتجمع الدار، ودابا اليوم دارت الغدا. داكشي اللي قلنا.
تغدينا وسالينا. قلت لي سير الباتيسري جيب شي حلوه ويلا ننزلوا عندها نشكروها ونقولها بلا ما تبقاي تعذبي راسك. رحنا غير بشويه بشويه، انا غادي نبدا نقاد في المسائل. داكشي اللي دار. دخلت انا ارتاحت واحد شويه بما جاب واحد الحلوه، لبسنا ونزلنا عند حماتي. دخلنا كي دايره لاباس عليك الحمد لله. بقينا جالسين مجمعين مع حماتي شويه وانا نجبد معاها الموضوع. قلت لها شوفي مهمتي هانتي، انا راه شريت كتوبه غادي نبدا بشويه بشويه نتعلم، وفي نفس الوقت غادي نولي نحاول كيفاش ندير حتى ننظم داكشي ديال الدار. ومره في السيمانه غادي نجيب شي سيده اللي دير معايا المناج في النهار اللي ما نكونش انا خدامه فيه، بلا ما تبقاي تطلعي تعذبي راسك تجمعي الدار وطيبي لينا. امو بقات مخرجه عينيها فينا، اش من دار اللي كنجمع واش من طياب. انا راه ما كنفيق حتى 12، انا راه كنبقى سهرانه بالليل، راه لان امو متعوده انها كتبقى سهرانه بزاف بالليل، وبالنهار ما كتفيق حتى 11 ولا 12. فين يكون عندي الوقت انا باش نطلع نجمع ليك ونطيب؟ لا هادشي ما كاينش. بقينا واحد كيشوف في الاخر. شويه هو يسولني راجلي واش عاطي الدوبل الساروت ديال الدار لامك تقدر مع هاد الصداع اللي نايض وهداك المشاكل، ولا كتجي دغيا كتدخل تجمع الدار وطيب الغدا وتمشي؟ قلت لي ما عطياش الدوب. وهي تقول لي حماتي تقدر تكون خداتهم من وراك وما بغاش تبين قلت لها ولكن كون كانت بحال هكا كون قالتها ليا. سكتنا حتى الغد ليه. مشيت انا للخدمه، رجعت نفس الحاجه، الدار نقيه كتشعل والماكله موجوده طيبه. هذيك الساعه نط هزيت التليفون، عيطت لامي قلت لها واش كنتي عندي اليوم في الدار؟ قالت لي لا. قالت لي علاش؟ قلت لها لا والو شويه وغادي نجي عندك. فعلا ما تغديت، ما درت حتى شي حاجه، حتى حوايجي ما بدلتهمش. مباشره نزلت شديت الطاكسي ومشيت لدارنا ودخلت عند امي. قلت ليها غير قولي لي امي متى صافي راني تخلعت، واش كتجي تجمعي الدار وطيبي الماكله على قبل هاد الصداع اللي كان نايض بيني وبين راجلي بغيتي تصلحي الامور وبغيتي تعاونيني؟ قالت لي لا. وانا جالسه كنقول لها غير قولي لي امي انت عافاك. جالسه امي كتحلف وكتعطي لقلبها هاد الهضره ما كايناش. قالت لي تقدر تكون حمالتك وما بغاش تقول. جلست معها واحد شويه وشربت معاها قهوه ورجعت للدار. وهذاك النهار ما دانيش النعاس، ما نعست ما شفتو. شكون اللي كيدخل داري، شكون اللي كيجمع داري، وشكون اللي كيطيب الماكله. ما نعستش هذيك الليله نهائيا حتى طلع الصباح. نط لبست حويجاتي وهزيت صاكي وخرجت، وبقيت كنتسنى راجلي حتى مشى للخدمه، وجلست من وراه بنص ساعه او ساعه الا ربع وطلعت. كي وقفت قدام باب الدار كنشم ريحه الماكله عاوتاني، شداتني قفقافه وليت كنترعد، وفي نفس الوقت بغيت نعرف شكون اللي كاين في قلب داري. دورت الساروت ودخلت وداخله بالزربه باش نحصل شكون اللي كاين في داري. كي دخلت للكوزينه كنلقى الصدمه، نونوس اللي جاب لي راجلي واقف حدا البوطه وكيقلي في البطاطا. هذيك الغوته اللي غادي نغوت كيهز هذيك المقله وكيرشها عليا. مع الصدمه ما بقيتش كنحس بقوه ديال الحرق ديال الزيت، وما بقى كيبان ليا والو قدامي. كيبان لي غير هذاك نونوس وانا مخرجه عينيا والزيت حرق ليا وجهي وانا كنغوت ربي اللي خلقني. وخرجت مع الدار كنجري وكنغوت حتى سخفت. تجمعوا عليا عباد الله والناس ديال الموبل كلهم تجمعوا عليا. عيطوا لامبيلونس جات داتني للسبيطار، وجهي مشى وجهي تشوه. فقت كنقول لهم شنو وقع وشنو وقع، وحتى واحد ما تيقني. كلشي ولا كيقول مسكينه وقرا تسطات، مسكينه ياك ما مسطيه. بقاو كيسولوا، ولكن الهضره دارت. راجلي بدا كيعاود كيقول هادشي فعلا كان كيوقع في الدار، شي حد كان كيجمع لينا الدار فاش كنجيو كنلقى الماكله طيبه. سولنا امي وتمو ولات كتدور كتعاود كتقول ما راه فات منهم كيجيو عندي كيحسب لهم بلي انا. امي حتى هي نفس الهضره، حماتي كلشي خوت وكلشي كيعاود الهضره
بان فعلا داكشي كان كيوقع عندنا في الدار، عاد الناس بداو كيتعاقوا، والهضره او هاد القصه دارت بوم عندنا في البلاد، لدرجه ان داروا معايا الصحفيين استجواب وعاودت لهم القصه. معظم الناس في هذاك الوقت ولاو اللي عنده شي نونس كيلوحوا في الزبل، بزاف ديال الديور خواو اي نونس عندهم لاحوه. ولكن الصدمه شناهي؟ راجلي من جبتي نونس؟ قال ليهم انني كنت غادي في الطريق حدا واحد المشرحه اللي غادي نعطيكم التفاصيل والاسم ديالها. كان واقف واحد السيد عنده نونسات كبار كيبيعهم. هذاك النونس فاش حلوه لقاو بانه الداخل ديالو الفاصمه وشقطن اللي كان فيه الدم. هذاك السيد اللي كان كيبيع هذوك النونوسات كانت عنده بحال واحد البراكه ودايرها بحال واحد المعمل، كيجمع هذوك الفاصمات وهذوك القطان وكيغسلو، وكاين غير اللي كيشد وكيعمر وكيخيطوا هذوك النونوسات وكيزوقوهم وكيبيعوهم بالثمن اللي هو رخيص. هو شرا هذاك النونوس من عند هذاك الراجل. فعلا فاش حلوه لقاوه كله فاصمات وكاين شي قطن نيت مازال فيه نقاطي ديال الدم. صحاب السبيطار او المشرحه كيلوحوه، كيجي هو وكيهز داكشي وكيعمر به باش كيتقام عليه نونوس رخيص وكيبيعو حتى هو بثمن اللي هو رخيص، وكانوا بزاف ديال الناس شراوه من عنده. راجلي ما بقاش مستحمل المنظر ديالي، وجهي تشوه ولا كيخلع. طلقني ورجعت لدارنا. في نفس الوقت كنت باقا كنمشي للخدمه ديالتي. نقول لكم او نوريكم المستشفى اللي انا كنت خدامه فيها، هي هذه اللي في التصويره، انا ياسمين مصطفى. ولكن هذا المستشفى انا ما نبقاش خدامه فيها لاني قدمت الاستقاله ديالتي، لان الشكل ديال وجهي ما بقاش كيسمح لي انني نتعامل مع الناس. الدار اللي كنا ساكنين فيها كانوا حطوها للبيع، ولكن حتى شي واحد ما كان باغي يشريها، كل شيء كان خايف منها، تسدات وبقات بحال هكاك. حتى راجلي ما بقاش كيدخل ليها ولا عائلته، كل شيء ولا خايف من هذيك الدار. المستشفى اللي قلت لكم خدامه فيها هي هذه ومازال لحد الان. انا الاسم الحقيقي ديالي ياسمين مصطفى، ساكنه بالضبط في القاهره، والبلاصه اللي انا ساكنه فيها في القاهره مصر الجديده. هاد القصه كيف ما قلت لكم واقعيه، وسولت بزاف حتى باش وصلت لها التفاصيل. تخيلوا معايا بلا مواقع التواصل الاجتماعي، لان هاد القصه وقعت في 1993. ما كاينش هذيك الساعه مازال ما كاينش فيسبوك وداكشي. وتخيلوا معايا انها دارت ترند ووصلات للجزائر وتونس والمغرب وليبيا والسعوديه والامارات وجميع الدول العربيه. وكل واحد شنو الف. كاين اللي كيقول لك مونيكا كانت كتقلي الحوت، لا مونيكا كانت كتقلي البطاطا بالزيت، كتقلي البطاطا ما عرفتش الدنيا لا بطاطا بالزيت، ما كنتوهم كنتشاها. كل واحد وشنو قال، انتشرت وكل واحد دار لها قصه وتاليف. ولكن هذه هي القصه الحقيقيه لياسمين مصطفى اللي ساكنه في القاهره في مصر الجديده، المهنه ديالتها دكتوره، وهنا او هذا المستشفى اللي كانت خدامه فيها. وهاد الواقعه كانت وقعت سنه 1993. نتمنى ان القصه تكون عجباتكم. ما تنساوش ليا واحد اللايك والراي ديالكم في التعليق، ويلا نخليكم على خير حتى قصه واحده اخرى ان شاء الله. يلا باي باي.